السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا المقطع الجديد، والذي سنتطرق فيه إلى موضوع جد مهم لا سيما في عصرنا الحالي. وفي هذا المقطع سنجيب على السؤال الآتي: غرباء في مجتمعنا المسلم، لماذا؟ بدأ الإسلام غريبا بين الأديان، وأهله غرباء بين الناس، وكان المستجيب له غريبا بين أهله وعشيرته، تتم آديته بسبب ذلك، ويعادى ويصبر ويصر على الثبات على دينه الحق حتى قوي الإسلام واشتد عوده، فزالت غربته وأضحى أهله هم الظاهرين على من غيرهم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي واقعنا المعاصر استحكمت غربة الدين في مظاهر كثيرة، إذ التبس لدى كثير من الناس معالم الدين والعقيدة ومكارم الأخلاق، وتداخلت لديهم الحدود بين الحلال والحرام والمعروف والمنكر، فعادت الغربة عبر مظاهر مؤسفة من الانحلال بطريقة أصبحت ظاهرة ومحمية من قبل الدول، وترعاه مؤسسات وقنوات، تجلى ذلك من خلال تساهل أكثر المسلمين في كبائر الإثم والوقوع في الفواحش، في ظل التفريط في العبادات وتضييع الفرائض، حتى صار الإسلام في نفوس كثيرة من المسلمين مجرد صفة متوارثة يرثها من والديه، كما يرث لون بشرته وتفاصيل وجهه، ليس إلا عاطفة باردة أو فكرة جميلة أو قصة عبر التاريخ، لا يبذل أو يبذل لها شيئا يكلفه، ولا يدافع عنها بشيء يخسره. أكثر المسلمين اليوم خرجوا في الطرقات بلا احتشام وبلا وقار وبلا تستر وبلا انضباط بدين وخلق. أكثرهم تخلوا عن عفتهم وسترهم، وأكثر الفتيات تجاهلن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تستطيع التفريق فيه بين المسلمة والمشركة. وبدت المرأة المحتشمة الملتزمة بحجابها الشرعي غريبة بينهن، تجد أكثرهم لا يبالي إن كان كسبه حلالا أم حرام. الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله صار مجرد فائدة أو عوائد بنكية، وأصبح مالا مشروعا متداول له مؤسساته ومبانيه المحمية بقوة الأنظمة. وبات أكثر الناس اليوم لا يبالون إذا كانت أعمالهم أساسها طاعة أو معصية، ويستهزئون من الفرد المتمسك بدينه أن يرفض عملا في مؤسسة ربحها قائم على الربا أو التجارة بالمحرمات. وبلغت الغربة ذروتها إذ أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وفضول وتدخلا في شؤون الغير، أما المجاهرة بالمعاصي والاستعلان بالمنكر أصبحت حرية شخصية. ولأن هذه الصفة الغالبة للمجتمع الإسلامي اليوم، فقد أصبح الملتزم بدينه يشعر بالوحشة لقلة السالكين معه، ويخيم عليه إحساس بالغربة لقلة الملتزمين بشرع الله تعالى، إذ أنه ليس مع الأكثرية في تفلتهم وفساد عقيدتهم، في ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم، فتحدثه نفسه بتردد: يا رب، كل هؤلاء الناس على خلاف الحق، أكثر هؤلاء الناس ليسوا على الطريق المستقيم، لعلي على ضلال أنا وحدي، أيهما على حق، أنا أم هم؟ فتتجلى الطمأنينة في منبعها الأصلي القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. هذه الآية كفيلة بأن تربط على قلبك وتظلل عليه بالسكينة وتجل عنه القلق والشك، لئلا تشعر بالوحشة، لئلا تشعر بأنك وحيد في هذا المجتمع التائه، لئلا تحس أن الحق مع هؤلاء الأكثرية، لئلا تقع في هذه المشاعر التي لا ترتاح لها. جاءت هذه الآيات لتهمس في قلبك بأن لا تخف
ولا تحزن، فإن أكثر الناس ظالمي أنفسهم، وإن رأيت أكثرهم قد اجتمعوا على الباطل فهذا لا يجعله حقا. ومن أهم أسباب هذه الغربة ما ذكره الله سبحانه وتعالى وحذرنا منه حين قال معاتبا أهل الكتاب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن منع الحق وحبسه عن الناس ثم التسويق للباطل في لباس الخير كان السبب لضياع الحق وانتشار الباطل وظهور الفساد. فالحق كتمه أهله من علماء ومصلحين، إما تواكلا وفتور، وإما جبنا وخوفا من صاحب السلطة والنفوذ، وإما خشية من ذهاب بعض دنياهم، أو طمعا في جاه ينالونه بسكوتهم ويقدمون الثمن بالدين. فلا غرب أن يشعر هذا المسلم الغربة وهو يرى حوله الناس قد ارتكبوا المعاصي من غير مبالاة، إذ يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم. فلذلك من المشاعر التي ينبغي أن يشعر أو أن تشعر بها هو الشعور بالغربة. المسلم المتمسك بدينه الذي عرف الله وأدرك غاية وجوده من الضروري أن يشعر بغربة عن هذا المجتمع المتفلت.